تعالوا بقى اقولكوا ازاي نعمل مع بعض البوك الجميل ده، وكمان تنفع شنطة صغيرة من بواقي الخيوط، وكمان ما تاخدش معاكي نص ساعة. بس ما تنسيش الاشتراك واللايك والشير، ويلا بينا نبتدي. استخدمت خيط مكرمية مصري، واستخدمت معاه ابرة رقم 5.5 ملي. اول حاجة بدأت وعملت عقدة بداية، واشتغلت 33 سلسلة. خلصنا خلاص 33 سلسلة. ده وش السلسلة، انا مش بشتغل فيه، انا بقلبها كده على الظهر وبشتغل في الحلقات اللي ورا دي. هسيب السلسلة الاولى وهشتغل في حلقات ظهر السلسلة اللي بعدها 5 غرزة حشو. بعد ما خلصنا 5 غرزة حشو هشتغل غرزة نص عمود. بلف الخيط على الإبرة، بدخل في حلقة ظهر السلسلة، أسحب خيط، بيكون عندي 3 لفات على الإبرة، بسحب خيط من ال3 لفات مع بعض، وبعدين أحط فيها علامة، وبعدين هشتغل 7 غرزة عمود بلفة. بلف الخيط على الإبرة، بدخل في حلقة ظهر السلسلة، أسحب خيط، بيكون عندي 3 لفات على الإبرة، أسحب خيط من لفتين، وبعدين أسحب خيط من لفتين. ودي كده أول غرزة، هكملهم 7 غرزة عمود بلفة. بعد ما خلصنا 7 غرزة عمود بلفة هشتغل غرزة نص عمود، وبعدين أحط فيها علامة، وبعدين هشتغل 4 غرزة حشو، خلصنا 4 غرزة حشو هشتغل غرزة نص عمود، وبرضو أعلمها، وبعدين هشتغل 7 غرزة عمود بلفة، بعد ما خلصنا 7 غرزة عمود بلفة هشتغل غرزة نص عمود وأعلمها، هلاقي متبقي عندي 5 سلاسل، هشتغل في كل سلسلة فيهم غرزة حشو، يعني هشتغل 5 غرزة حشو. وبكده أكون خلصت السطر الأول. عملت ايه بقى؟ 5 غرزة حشو، وبعدين غرزة نص عمود وعلمتها، وبعدين 7 غرزة عمود بلفة، غرزة نص عمود، وبعدين 4 غرزة حشو، وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين 7 غرزة عمود بلفة، وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين 5 غرزة حشو. هرتفع السلسلة للسطر التاني. شغل البوك أو الشنطة عندي كله بعد كده هيكون في الحلقات الخلفية. هدخل كده في الحلقات الخلفية في أول 5 غرز دول، وهشتغل فيهم غرزة حشو، يعني هشتغل 5 غرزة حشو،
العلامة معناها ان احنا وصلنا لغرزة النص عمود اللي احنا كنا عاملينها في السطر اللي قبلها. هعمل برضو فيها غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية وبعدين هعلمها تاني، وبعدين هشتغل 7 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية. وصلنا لغرزة النص عمود، هفك العلامة وبرضه هعمل غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية وهرجع اعلمها تاني، وبعدين هشتغل 4 غرزة حشو في الحلقات الخلفية. وصلنا لغرزة النص عمود، هفكها وهعمل برضو في الحلقة الخلفية غرزة نص عمود وهعلمها، وبعدين هشتغل 7 غرزة عمود بلفة في الحلقات الخلفية. وصلنا لغرزة النص عمود، هفكها وهعمل برضو مكانها غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية وهعلمها، وبعدين هشتغل 5 غرزة حشو في الحلقات الخلفية. بس وهو ده اللي انا هشتغل بيه جسم الشنطة كله، مفيش لا اسهل من كده ولا اسرع من كده. هفضل شغالة بترتيبة الغرز دي جسم الشنطة كله لحد ما اوصل للعرض اللي انا عايزاه. 5 غرزة حشو، غرزة نص عمود، بعد كده 7 غرزة عمود بلفة، غرزة نص عمود، 4 غرزة حشو، نص عمود، 7 غرزة عمود بلفة، نص عمود، وبعد كده 5 غرزة حشو. هرتفع السلسلة وهشتغل معاكم سطر كمان. اول حاجة 5 غرزة حشو، طبعا الشغل كله في الحلقات الخلفية. العلامة معناها ان انا وصلت لغرزة النص عمود، بفكها وبعمل مكانها غرزة نص عمود برضو، وبعدين برجع اعلمها تاني. بعد كده بشتغل 7 غرزة عمود بلفة، بعد كده غرزة نص عمود واعلمها، بعد كده 4 غرزة حشو، بعد كده غرزة نص عمود واعلمها، بعد كده 7 غرزة عمود بلفة، وبعدين غرزة نص عمود واعلمها، بعد كده 5 غرزة حشو، وشغلي كله في الحلقات الخلفية. هفضل بقى شغالة بالنمط ده لحد ما ارتفع عدد سطور. انا هنا ارتفعت 12 سطر، دول كده 2 4 6 8 10 12. وش الشنطة هخليه عندي لجوه، وبعدين هقلب كده الشنطة وهبتدي اقفل الجناب بس من وهي على الظهر، وبعدين هنقلبها.
انا لسه ما فصلتش الخيط. هرتفع سلسلة وهدخل كده تحت الحلقتين في اول غرزة عندي في الجنب مع تحت الحلقتين في اول غرزة في الجنب اللي قدامه، وبعدين اسحب خيط واعمل غرزة حشو. اروح للغرزة اللي بعدها واكرر انزل كده تحت الحلقتين مع تحت الحلقتين في الغرزة اللي قدامها اسحب خيط واعمل غرزة حشو. كمان مرة تحت الحلقتين في الغرزة اللي عليها الدور مع تحت الحلقتين في الغرزة اللي قدامها في الجنب، وبعدين اعمل حشو. وهفضل بقى شغالة بطريقة التقفيل دي لحد ما اقفل الجنب كله. خلصنا تقفيل الجنب، هفصل بقى الخيط وهخفي الخيط الزيادة ده كده تحت الغرز. هقفل الجنب تاني بنفس الطريقة بس هقفله من تحت لفوق عشان غرز التقفيل تكون في نفس الاتجاه. بيجي كده عند اخر غرزة في الجنب مع الغرزة اللي قدامها، بسحب خيط وبعمل سلسلة بس، واكمل بقى بنفس الطريقة بتاعة تقفيل الجنب التاني. بدخل كده تحت الحلقتين في الغرزة اللي عليها الدور مع تحت الحلقتين في الغرزة اللي قدامها في الجنب، اسحب خيط واعمل غرزة حشو وهكذا لحد ما اقفل الجنب التاني كله. كده خلاص قفلنا الجنبين. هقلبها بقى على الوش بتاعها. ده كده شكل التقفيل بتاع الجناب. اذا هتحطي لوجو حطيه قبل تركيب السوستة. انا بياخد كده العرض وبنفس الطول ده بياخد الطول بتاع السوستة، وبقص الزيادات. وبعدين بقفل كده الجنبين بتوع السوستة بالخيط. بثبت السوستة بدبابيس وبراعي وانا بثبتها ان انا ما بثبتهاش على الوش بالظبط، انا بنزل السوستة لتحت كده شوية وبعدين اثبت. بخيط السوستة بالطريقة دي لحد ما اثبتها كلها. وكده يكون عندي اسهل واسرع شنطة صغيرة او بوك جاهز عندي في نص ساعة. اعملوه من بواقي الخيط ومتأكدة انه هيعجبكم، وهتدعولي. متنسوش الاشتراك واللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد.